السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بقى نعمل النهاردة المحشي. انا كده هنا بسبك الطماطم، حطيت شوية زيت. ودي الطماطم زي ما انا قلتلكوا في الفيديو اللي فات، انا بفرزها في الفريزر كده وبطلعها على قد الاستعمال بس. هخليها بس تاخد تنشف شوية في الزيت عشان نبقى نطبخ بيها. جبت هنا بصلاية بخرطها عشان خاطر احشي بها الفرخ. احنا عندنا بنقول عليها مرتة، انتوا عندكم بتقولوا عليها ايه؟ خرطتها كده مكعبات صغيرة عشان احشي بها الفرخة بتاعتي. يلا بقوم متشجعة كده واعملي شوية محشي لعيالك في الدفا دوت والشتا عايز المحشي. حطيت هنا شوية فلفل اسمر وشوية ملح، وادعكم كده بايديا. دي الفرخة دي منضفاها حلو ومنقعة في ملح وليمون وشوية خل. انا كده عاملة الجلد عن اللحم عشان احط فيها البصل، بتخلي طعم الفرخة فظيع. الفرخة دي بالمناسبة تربية بيتي، احنا بنربي هنا في البيت، ما بنجيبش فراخ من بره. دي المية انا حاطه فيها لورا وحبهان، واسيبها بقى تستوي براحتها ونيجي نشتغل بقى في المحشي. الخضرة بتاعتنا انا بغسلها قبل ما اخرطها عشان خاطر الفايدة بتاعتها ما تروحش والريحة بتاعتها ما تروحش. دي ربطة شبت وربطة بقدونس وربطة كزبرة. هنعوز من كل نوع ربطة واحدة بس. جبت بقى هنا بصلتين بخرطهم للمحشي. البهارات بقى اللي هنزل بيها: فلفل اسود، كمون، ملح، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، شوية شطة لو انت بتحب المحشي حراق. لو ما بتحبهوش شطة ممكن تلغيها. دي الطماطم اهي بعد ما نشفت كده في الحلة. حطيت بقى الرز. انا هنا عمل البصل زي ما انتوا شايفين كده، ما بسبكوش في الطماطم كده، بيدي ريحة احسن وطعم احسن للمحشي. دي اسمه محشي ني في ني. ونزلت بالخضرة، هقلبهم بقى كده كويس. انا طبعا الحلة دي كانت ضيقة فبدلتها بحاجة اوسع. كنت انا فضيتها بقى هنا كده وغسلت الخضار ودوت الكرنب انا سلقاه ومفرزاه في الفريزر برضو. هحشي معاكم كده كام واحد عشان خاطر تشوفوها، وبعد كده انا هكمل الكمية لوحدي. انا هنا بوريكم اهوت، ما تسيبوش ولا رزايه على المحشي. انا كده بنضفه بعد ما بحشيه، بنضفه خالص من الرز اللي بيبقى زياده عشان خاطر ما ينزلش في الحله ويتعجن معانا. وبسيب كده زي عقل الصباع من فوق عشان خاطر ايه، كده كده لما بيستوي بتسيبي براح يعني في الحته عشان خاطر لما بيستوي يستوي حلو، ما يكونش معاكي ني من جوه ولا كده. بسيب حته كده فوق عشان خاطر ايه تستوي معانا براحتها، وكده كده الرز بيطلع معانا فوق. لا، الفلفل بقى بمليه على الاخر عشان الفلفل بيبقى طري زياده، فلازم تحشيه رز كامل، ما تسيبيش حته فاضيه في الفلفلايه. خلصت انا بقى كده، وانا كنت بدات بقى اعمل الكرنب دوت. انا بقطعه بحطه في الفريزر وبطلعه بقطعه كده بقى على قد الصبع بس. انا عامه بحب لف الكرنب خالص، يعني بيبقى سهل وسريع معايا، مباخدش معايا وقت. شايفين الصباع؟ على قد ما تقدري ما تخليش رز بره الصباع عشان خاطر برضو ما ينزلش في الحلة وتتعجن معاكي. انا سلقت الفرخة في الاول عشان خاطر الشوربة بتاعتها، عقبال ما انا اخلص حشية المحشي تكون هي عملت الشوربة عشان اعرف اسقيها المحشي. هخلص بقية الكمية وارجع لكم تاني. هنا اهو كانت الفراخ استوت وخدت منها الشوربة بتاعتها، وبسقي بها كده المحشي بتاعي وشوية زيت على الوش.
دي بقى التركية بتاعتنا النهاردة. شوية الزيت اللي على الوش ده هيخلي معاكي المحشي زبدة ويستوي معاك ويبقى ملمع كده، وساعة ما تيجي تغرفيه لولادك. لما حطيناه على النار بدأ يغلى، تروح جايه بقى موطية عليه وتسيبيه بقى يستوي براحته. شايفين طالع ما شاء الله طالع عامل ازاي؟ وشايفين الشوربة بتاعت الفراخ البيتي سمين